عسلامة. روايتنا اليوم سكر محروق للكاتبة الأمريكية من أصل هندي أفيني دوشي، ترجمة عبد الرحيم يوسف. تدور أحداث الرواية في الهند وترسم علاقة شائكة بين أم وابنتها. أم متمردة على التقاليد، متحررة كفنانة، تسببت في إهمال ابنتها التي تجد نفسها مضطرة لرعاية أم فشلت في دورها كأم. صراع بين الماضي والحاضر. تطرح الرواية التناقضات والمشاعر المكبوتة تجاه الوالدين، تكشف شعور الفرد بالعزلة حتى لو كانت داخل العلاقات الأسرية، وصعوبة الاختيار أحيانا، وكيف يضعنا القدر أمام مسؤوليات لم نتهيأ لها. موضوعات تتقاطع بقوة في عالم الرواية، حيث تحاول الابنة فهم نفسها وعلاقتها بأمها، بينما تتلاشى ذاكرة الأم تدريجيا. تقول الكاتبة منذ البداية: سأكون كاذبة إذا قلت إن بؤس أمي لم يمنحني متعة قط. منذ البداية تخبرنا الكاتبة أن الرواية لن تقدم علاقة مثالية بين أم وابنتها، بل علاقة مليئة بالتناقضات الإنسانية الحقيقية. قراءة ممتعة، ولا تنسوا المشاركة في القناة، وشكرا.